انا بصور لكم الكلام دوت للعلم بالشيء فقط، وليس لان انا بشجع الناس على ان هي تشيل الكلام دوت. انا ماليش دعوه لو اتقطعت، ماليش دعوه. ماشي، شايف الرزقه مش بتاعتنا. اوه ماي جاد يا حمد، يا نهار اسود. السلام عليكم، بداية فيديو جديد. اهلا ومرحبا بكم في قناة شاور فاميلي. فكرة الفيديو النهارده مختلفة تماما عن اي فكرة فاتت. طبعا زي ما انتم عارفين عيد الاضحى قرب، كل سنة وانتم طيبين وربنا يعود علينا ايام بخير يا رب. عيد الاضحى معروف بحاجة بالايه؟ بالذبايح. الذبايح ديت عشان تتذبح المفروض بنستخدم ايه؟ بنستخدم سلاح. فيديو النهارده عن السلاح اللي بيتذبح بيه الذبايح بتاعت عيد الاضحى. جايب لكم انواع كتيرة من السكاكين ومن المطاوي، وهنتعرف عليها مع بعض وهنشوف بتقطع ازاي. اول نوع معانا النهارده يا جماعه دي سنجه. لو انت ساكن في منطقه شعبيه حضرت خناقات ممكن تكون شفتها. يا ريت بس اي حد تحت السن يا ريت ما يمسكش اي حاجه تكون مثلا مسنونه او تكون حاميه، سكينه او اي سلاح، لان هو ممكن يعورك فممكن ايه تزعل فيه. فيا ريت عشان خاطري انا بوريك الحاجه ديت عشان ايه تتفرج وخلاص. يا ريت ما تمسكش حاجه زي كده ولا تستخدم السنجه ديت. زي ما انتم شايفين ده شكلها اهو، هي مصديه طبعا بس عشان بقى لها زمن. طبعا الحاجه دي مش بتاعتي اصلا، الحاجه ديت انا لميتها من ناس بتحب وهاويه سلاح وبتحتفظ بالاسلحه ديت عندها في البيت، تحب تحتفظ بالسلاح. ما استخدمتش اصلا تقريبا من ساعه ما جت زي ما انتم شايفين كده. اول حاجه هنجرب نقطعها بيها ازازه ميه. الميه عشان بس الميه اللي فيها دي معدنيه ما يبقاش حرام، فاحنا هنشرب الميه. فيها بوز صغير بس عشان تبقى تقيله شويه، فدي لما تخبط فيها كده. انا متوقعه الصراحه السنجه دي مش هتعمل اي حاجه في ازازه الميه، لان السنجه تلمه جدا لابعد ما تتخيل، مش مسنونه. بس هنشوف مع بعض. بصوا يا جدعان، ازازه الميه ما اتاثرتش باي طريقه من الطرق، يا دوبك بس طارت من مكانها. فهنحاول ايه نخبطها كده بالطول ولا بالطريقه دي برده. زي ما انتم شايفين ازازه الميه سليمه اهي، ما فيهاش اي حاجه، ما اتاثرتش من اي نوع. هنحاول التجربه الاخيره وهي ان احنا نغزها. شوف لو اتفتحت يبقى ايه النوع ده حامي بس من السن بتاعه. ولا الغز كمان يا جماعه جاب نتيجه، يا دوبك بس ايه عورت الازازه شويه كده بس ما اتفتحتهاش خالص. الازازه لسه مقفوله اهي والميه اللي فيها ما بتنزلش، عورتها تعويره بسيطه كده زي ما انتم شايفين. دلوقتي دخلنا على السلاح اللي بعده. السلاح ده يا جماعه بيسموه العريضه او ابو عريضه. زي ما انتم شايفين كده السلاح بتاعه عريضه اهو، زي ما انتم شايفين. السكينه دي جديده لسه، انا لسه شاريها. هي زي ما انتم شايفين كده هي بتبرق وبتلمع كده. هي ميزتها ان هي تقيله، فاي حاجه هتنزل عليها يعني دي لو بتذبح بيها خروف ولا بتذبح بيها اي حاجه موته في ثانيه من كتر ما هي مسنونه ومن كتر ما هي ايه عريضه. هنجرب مع بعض زي نفس التجربه الثانيه، وهنجرب برضو حاجه غير ازازه الميه. بس هنجرب ازازه الميه هنشوفها بس هتقطع ازازه الميه ولا مش هتقطع ازازه الميه. جبنا ازازه ميه اهي مليانه يا جماعه، وهنشوف دلوقتي هل هي هتتقطع ولا لا. 1 2 3. طبعا اللي ملاحظ انا بضرب من يمه الشمال لان انا شطلاوي اصلا، انا بستخدم ايدي الشمال. ايدي الشمال اقوى عندي من ايدي اليمين. 1 2 3. ازازه الميه اتفرقت نصين يا جماعه. انا ايدي ذات نفسها من قوه الخبطه اصلا اتفرقت نصين. الميه اتطورت في الصاله كلها. المعز دلوقتي طبعا متضايقه من ورا الكاميرا، هتطلع تعبر لكم عن غضبها دلوقتي. بس النتيجه في الاخر ازازه الميه زي ما انتم شايفين كده. بصوا يا جدعان النص التاني بتاع الازازه اهو، ما شاء الله. السكينه عريضه دي او بعريضه ده جاب من الاخر، فرق الازازه نصين. بصوا يا جماعه الميه نطورت على السقف من قوه الخبطه. الميه نطرت على السقف. يا ريت يا جماعه تعملوا لايك وسبسكرايب عشان احنا بنتبهدل والشقه بتاعتي بتتمرمط. دلوقتي يا جماعه انا اللي هجرب السكينه الثانيه. معانا السكينه دي بس مش عارفه اسمها ايه. اسمها السكينه ولا فرنجيه؟ السكينه الافرنجيه. يعني مش بلد دي سكينه فرنجيه. شكلها تحسوا ان هو شبه السيف شويه من هنا، شكلها غريب. فيها فتحه يا جماعه من تحت عشان لو حبيت تعلقها في اي حته، يعني مثلا لو مسمار على الحيطه او اي حاجه تقوم حاططه ايه الفتحه دي كده زي ما انتم شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم. سمي الله الله معز وورينا هتقطع الطماطم ازاي. الله! زي ما انتم شايفين معز قطعت الطماطم بخبطه واحده زي ما انتم شايفين، فرقت 2 اهو. ورينا الله معز مع الخيرايه. يلا انا عايز الخيرايه دي تبقى سلطه في ثانيه. 1 2 3 4 5. بتجري مني. بصوا يا جدعان قطعت 100 حته في بعض اهو زي ما انتم شايفين. الخيرايه اتفشفشت اهي بكام خبطه بس. معاها دي سكينه مطبخ من العيار الاول، تستخدميها يا ست البيت. طعمها تحفه. انا اشوف عم معز. ايه يا نهار اسود، ده قطعت في البدايه. ده قطعت يا جماعه، قطعت
ذات نفسها زي ما انتم شايفين كده. بصوا القطعه ذات نفسها اتقطعت اصلا من كتر ما هي حاميه. يلا نعينها في الجراب بتاعها تاني، نخش على النوع اللي بعده. دلوقتي يا جماعه هوريكم حاجه عتيقه جدا، حاجه قديمه، حاجه اثريه. دلوقتي احنا معانا السلاح ده، المطوه اللي كانت بتستخدم في كل الافلام بتاعت ايام زمان. عادل امام استخدمها، هتلاقي كل 3/4 الافلام اللي فيها مطاوي ايام زمان، الافلام الابيض والاسود هتلاقي معظمها فيها المطوه دي. تعرف كده بتفتح كده بالايد يعني من غير سوست اهي كده وكده. المطوه ديت سلاحها مش حامي قوي يعني، هو مش مسنون، بس هي في الغالب مسك كده وبيتغزغز بيها كده. دي طريقه الغز بيها، تحط صبعك كده هنشوف دلوقتي، هنجرب مع بعض على البطيخه. بنصح الناس للمره الثانيه يا ريت ما حدش يدور على الاسلحه دي ولا يستخدمها ولا يشيلها. انا بصور لكم الكلام دوت للعلم بالشيء فقط، وليس لان انا بشجع الناس على ان هي تشيل الكلام دوت. انا ما بشيلش الكلام دوت، انا جايبه بس عشان الفيديو، وبعد كده هرجعه لاصحابه تاني. انا ماليش دعوه بالكلام دوت ولا بشيل الكلام دوت. دلوقتي يا جماعه نمسك المطوه اهي وايه ونجرب نغز البطيخه. زي ما انتم شايفين البطيخه اتخرمت. اتمنى ان يكون النوع ده يكون عجبكم. خش على النوع اللي بعده. النوع اللي معانا دلوقتي اشهر نوع سلاح ابيض معروف في جمهوريه مصر العربيه، مطوه قرن غزال. دي هي المطوه رقم 1 في مصر كلها، هي اللي موجوده في مصر كلها. ومش لازم عشان اسمها مطوه يبقى هي بتستخدم في الخناقات والكلام دوت. في ناس بتستخدمها عادي على فكره، بتقطع بيها حاجات. في صناعيه بيستخدموها عادي ان هي كويسه وحجمها صغير يعني تتحط في اي حته وتستخدم. تتفرد بالطريقه اللي انتوا شفتوها دي كده. وبعدين لما بحب اقفل بشد السوسته لورا برده تاني وبقفل اهو، عشان ايه الاستخدام بتاعها يكون سهل. نجرب نقطع بيها البطيخه مع بعض اهو عشان نشوف هل هي حاميه وبتقطع ولا فيها مشكله. زي ما انتوا شفتوا الله اكبر قطعت البطيخه في ثانيه. لو جربنا حتى ان احنا نغز بيها البطيخه من القشره بتاعتها، تشوفوا السن بتاعها خش سلس جدا زي ما انتوا شايفين. ويا ريت محدش يستخدم الحاجات دي. دلوقتي يا اخواتي هنخش على اشهر سكينه وافضل سكينه بالنسبه للجزارين في مصر كلها. معانا السكينه بوحه، بنسمي بوحه عشان بوحه كان طالع بيها في الفيلم. السكينه شكلها اهو زي ما انتم شايفين كده، فيها قشطه من قدام كده. دي ممكن تكسر بيها عظم او تقطع بيها لحم، وممكن تذبح بيها، وليها 3-4 استخدامات يعني. دي بتستخدم في كل الحاجات. سعر السكينه دي تقريبا 350 جنيه، معموله في مصر هنا يعني. دي حاجه مصريه 100%. المقبض بتاعها خشب كبير زي ما انتم شايفين، وزنها متوسط، ولا هي تقيله قوي ولا هي رفيعه قوي. سمك السلاح بتاعها ولا هو كبير قوي ولا هو صغير قوي زي ما انتم شايفين كده. وهنجرب نقطع بيها اي حاجه دلوقتي. جايب كنز بيبس، طبعا الكنز بيبقى عباره عن معدن، فهنشوف هل السكينه هتقطع كنزيه البيبس ولا مش هتعرف تقطع كنزيه البيبس. دلوقتي انا فضيت الفيروز الماده اللي فيها يعني، وحطيت مكانها ميه من الحنفيه عشان بس تقلها شويه، عشان السكينه لما تيجي عليها تقطعها. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا جماعه ده اللي حصل في الكنزيه زي ما انتم شايفين كده. هي اتقطعت بس مش كلها. هنجرب تاني مره كمان، نحاول نعملها بالعرض كده نشوف هتقطعها ولا لا. الكنزيه لزقت فيها قطعتها اهي زي ما انتم شايفين. السلاح طالع من اليمه الثانيه. بصوا عملها ازاي ما شاء الله. السكينه قويه جدا ووزنها حلو جدا. انا مذهول بصراحه من اللي حصل ده يعني. هي ذبحت الكنزايه وفي نفس الوقت مش اللي هي فلقتها نصين، لا هي ذبحتها بس مش باين اصلا القطع زي ما انتم شايفين كده صغير خالص مش باين. فرتكتها كمان مش قطعتها بس. هنجرب بيه البوحه لان انا بحب البوحه بصراحه. انا بحب استخدم البوحه. اشيل القشر من عليه بس عشان يبقى سهل في القطع. هعمل لكم لقطه دلوقتي مش هتشوفوها غير في الافلام. معز امسك التليفون في ايدك، ارجع ورا صوري بالتليفون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا جماعه اللقطه دي مش هتشوفوها غير في الافلام والمسلسلات بس. 1 2 3. بسرعه بسرعه فوق فوق بس من بعيد بعيد عشان تفضل في الهواء شويه. انا عملت ايه يا الله؟ جاتش في المسكوت. يلا 1 2 3. دي النتيجه يا اخواتي. قصه اهو اتفرق نص بوحه. الله اكبر عليك. الفيروز اللي احنا صبيناها هل تحط فيها ميه في صحه شاور فاميلي. اشربي في صحه شاور فاميلي. اخر نوع سكينه معانا بس مش اخر نوع مطوه، ولسه معانا نوع مطوه كمان. السكينه دي بتستخدم في المطابخ عادي. نوعها بلانت. في واحده كمان. دي اختها. دلوقتي يا جماعه دول اخر سكينتين معانا، سكينتين مطبخ زي ما انتم شايفين كده. واحده عريضه وواحده رفيعه شويه. دي نوعها اسمها ندى ونغم. ندى ونغم. ندى ونغم. عندي صاحبتي اسمها نغم، عايزه اقول لها ان انا بحب الكنب. دي فرنساوي، ده الموديل الفرنساوي يعني. اي سكينه في فرنسا هتلاقيها بالشكل ده. ده قطع الكفر بتاعها. ودي الماني يعني. اي سكينه في المانيا هتلاقيها بالمنظر ده. بص انت عارف في الافراح بيجيبوا سيفين كده ويولعوا نار وييجوا عند العروس، في العروس بيعملوا كده وصب على يا جماعه احنا ممكن نأجر
السكاكين دي بما اننا كلفنا واشتريناها، ممكن نأجرها للعيد، اي حد عايز يذبح حاجه فيجي ياخدها مننا. اخواتي وقسما بالله بنتعب في الفيديوهات وبنكلفها وبندفع فيها فلوس كتير. ادعمنا لايك وشير عشان نقدم لك كل ما هو جديد. لو عجبك الفيديو دوت اعمل له لايك عشان اعمل لك جزء تاني. يا جماعه لو عايزين نجرب السكاكين دي على احمد اكتبوا لي في الكومنتات، والفيديو الجاي ان شاء الله انفذه لكم. احلى بطيخه احلى معلم. بس بقى دي هتقطع البطيخه 2 من خبطه واحده. استنى بس نعلمها كده. مش لازم تعلميها يا اختي. ماليش دعوه بقى. عايز بس هتقطعي الترابيزه. ها انا ماليش دعوه لو اتقطعت، ماليش دعوه. مش الترابيزه مش بتاعتنا. انا مش مصدقه بجد، مش مصدقه والله. البطيخه كمان حلوه على وشي. تاخد حته؟ انت هتاكل ايدي ولا ايه؟ مسكره والله. قطع لك بتاع حته كده لا. مركبه. لا مش عايز؟ مسقعها. لا بس بجد انبهرت. ورينا بقى، هاتي كوز ذره كده وورينا على السكينه الثانيه. كوز الذره هجربه وهو بقشره، يعني من غير ما اقشره. يلا سمي الله سمي 1 الله. 2 ابص. يا ما تبصيش انت جبتي لا. اوه ماي جاد يا احمد، يا نهار اسود. ده بص، يا نهار اسود. انا بجد مش مصدقه اللي بيحصل ده. ايه ده؟ انبهار. انت خطيره. انبهار. ايه ده؟ بس المره دي بص عشان من قريبه ما قطعتهاش للاخر. لا بس قطعت برضه. ايوه بس مش للاخر، مش اللي هي قسمتها يعني. دلوقتي هنخش على اخر نوع مطوه معانا. المطوه دي نادره جدا، مش هتلاقوها في اي حته، صعب جدا ان انت تلاقيها لان هي قديمه جدا. دي يا جماعه اسمها قرن الحوت. قرن الحوت. هو الحوت ليه قرن؟ هي مسمينها كده، مكتوب عليها اهو ويل نايف، سكينه الحوت. زي ما انتم شايفين كده، ده قرن بس قرن جاموسي. ايه ده؟ ثانيه، الحوت اهو. دماغ الحوت اهي يا جماعه، شكلها تحفه جدا ده جدا مش جدا. قرن حوت، هي سكينه حوت. في فتحه من هنا اهو في نص السلاح، معرفش ايه لازمه الفتحه دي بس هي فتحه موجوده يعني. المطوه بتتفتح وبتتقفل يدوي كده. حاول افتحها يعني زي ما القرن كانت بتتفتح. تفتحش، ناشفه جدا، لازم تتفتح بالايد كده وتتقفل بالايد. انا غزي كان زي ال7 زي ما انتم شايفين كده. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين يا جماعه. فرتجت الكنزات قسما بالله. المفروض تعملوا لايكات على الفيديو ده عشان ام عزه هتتعب في ترويق الشقه دي بعد ما انا اخلص الفيديو. ده كان اخر سلاح معانا النهارده. يا ريت تكتب لنا انهي سلاح عجبك في الانواع دي كلها. انا دلوقتي هوريكم الانواع كلها وهنمرها لكم، يعني هكتب لكم عليها رقم 1 و2 و3 و4 و5 و6 وانت اختار واكتب لي في الكومنتات تحت انهي نوع سلاح عجبك اكتر من الاسلحه دي كلها. ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب ونشوفك الفيديو الجاي. الفيديو لسه ما خلصش، استنى عشان في لقطه جايه هتلاقي فيها السكاكين والارقام مترقمه. انت اختار الرقم اللي يعجبك. اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.